بصوا، لو قضيتوا كل يومكم في سوق السمك هتروحوا بيتكم ريحتكم سمك حتى لو ما لمستوش ولا سمكة. ولو قضيتوا كل يومكم في محل عطور هتروحوا بيتكم ريحتكم عطر حتى لو ما اشتريتوش اي عطور. البيئة اللي بنحط نفسنا فيها ليها معول كبير جدا على تصرفاتنا، على حياتنا، على افكارنا، على قناعاتنا، على كل حاجة. ما تحطش نفسك في بيئة معفنة وتقول انا هحاول احافظ على نفسي وهحاول احافظ على مبادئي. لو حطيت نفسك وسط 5 معفنين هتبقى السادس المعفن بتاعهم. لو حطيت نفسك وسط 5 عندهم طموح، عندهم اهداف، مؤدبين، محترمين، هتلاقي نفسك السادس بتاعهم. البيئة اللي بنحط نفسنا فيها مؤثرة جدا 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 على تكوين شخصيتنا على المدى البعيد وعلى المدى الطويل. وما تستهونوش بالصحبة اللي انتوا محطوطين. لو قعدت كذا يوم بتسمع أغنية معينة بتلاقي نفسك بترددها تلقائيا وبتتردد في مخك تلقائيا. هو ده بالظبط اللي بيحصل لما بنحط نفسنا في وسط ناس. يعني واحدة واحدة بنلاقي نفسنا بنتشرب عاداتهم، بنتشرب طريقة كلامهم، بنتشرب طريقة تصرفاتهم وطريقة تفكيرهم. واحدة واحدة بنلاقي نفسنا بنبعد عن نفسنا وبنكون شبه الناس اللي احنا حطينا نفسنا في وسطهم. فاختاروا الناس اللي تتعاملوا معاهم، واختاروا الناس اللي يكون لهم تأثير عليكم. وما تستهونوش بان انتوا مثلا بتعملوا حاجة صغيرة كده مش كويسة علشان الناس اللي حواليكوا بتعمل حاجات قد كده مش كويسة. الحاجة الوحشة وحشة ايا كانت، صغيرة او كبيرة. فكروا، اسمعوا تاني. سلام.